دايما بيقول لك الفرق بين اللي بيعرف يستخدم الاكسل واللي ما بيعرفش هو الكيبورد والاختصارات بتاعتها. تعالى اقول لك 5 حاجات هتخليك من اللي بيعرف يستخدموا الاكسل وهتسهل عليك كل شغلك. اول حاجه انت لازم تصاحب الكنترول والشيفت والالت، دول اكتر حاجه انت هتحتاجهم في الاكسل، كل حاجه هتكون معتمد عليهم. تاني حاجه لو عايزين نظهر الخيارات بتاعه السورت والفلتر اللي بتكون موجوده في اول رو هنا من غير ما نروح للسورت والفلتر هنا ونتكه، لا احنا لو احنا مش عايزين نعمل كده، عايزين نبقى اسرع، هنتكه كنترول شيفت ال ده يظهره وكنترول شيفت ال. طيب عايزين تالت حاجه عايزين نفتح القايمه دي من غير ما نروح بالماوس، احنا قلنا الالت والكنترول والشيفت دول اصحابنا دايما. هنا هنتك الت مع السهم اللي تحت هيفتح لك كل القايمه. ممكن تروح هنا عايز تختار سيلكت اول، ما هي معموله سيلكت اول، عايز تخفيها تتكه بالمسطره. المسطره هنا هي اللي بتتحكم. اوكي، وبعدها تاب عشان تروح للاوكي والكنسل. اوكي تمام، خلاص تمام. طيب عايزين دلوقتي نخفي الفلتر ده او نشيل اللي احنا محددينه ان هو يظهر بس. اول حاجه عندك حلين زي ما احنا قلنا من شويه، كنترول شيفت ال هيخفي لك اصلا الاوبشن وبالتالي هيخفي لك السلكشن اللي انت عامله. او الحل التاني او اللي ممكن تعمله برضو ان انت تقوم عامل Alt AC. Alt AC ده بيسيب الاوبشن اللي يكون موجود، اوبشن الفلتر والسورت، وبيعمل لك فورميت لكل السلكشنز اللي انت عملتها. اخر حاجه بدل ما تروح للفايل هنا وتعمل سيف از وتنزل تحت للسيف از وبعد كده تعمل براوز، تعالى نعمل كده بطريقه اسرع. يلا بينا. اول حاجه انت هتعمل Alt F A O بس. خلاص كده النهارده، واستنانا المره الجايه هنتكلم عن زرار الالت. زرار الالت ده احنا نقدر نعمل بيه كل حاجه، زي مثلا هنا اديلك بريف سريع. انت ممكن بدل ما هي شكلها كده مش مظبوطه قوي، احنا ممكن نصغر كل الشيت دي، نخلي الويدث بتاع السيل يكون صغير جدا. اول حاجه Alt H وبعد كده هنقوم قايلين له O وبعد كده W وبعد كده ممكن نقوم قايلين له بس. خلاص كده.